السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في قناة وصفات ومعلومات. يا رب تكونوا بخير جميعا وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض ماسك يطول الشعر، اللي هو ماسك الخميرة. بيطول الشعر جدا وبيغذيه، وهتنبهري بالنتيجة إن شاء الله في وقت قليل جدا. طبعا مقاديره سهلة جدا ومكوناته كلها بتطول الشعر. عندنا كده أول حاجة، هناخد معلقتين خميرة. طبعا الخميرة معروفة جدا ان هي غنية بفيتامين ب5، اللي هو بيغذي الشعر وبيطوله. وكمان فيها ب9 اللي هي برضو بتأخر شيب الشعر، وكمان فعالة جدا في تطويل الشعر. هناخد منها معلقتين كبار. وبعد كده المكون التاني عندنا المايونيز. برضو المايونيز بيغذي الشعر جدا، وبرضو بيقوي الشعر وبيساعد ان هو يطول كمان. غني بالبروتين اللي محتاجه الشعر. هناخد طبعا منه كمان معلقتين. وعندنا كمان يا بنات زيت جوز الهند، اللي هو طبعا معروف جدا ان هو بيطول الشعر بصورة سريعة جدا، وبيغذي الشعر وبيديله نعومة فائقة ولمعان، وبصراحة مبهر جدا للشعر. هنستعمل منه 3 معالق كبار. عندنا كمان يا بنات زيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون معروف برضو ان هو بيغذي الشعر وبيطوله بصورة سريعة جدا برضو. طبعا انا عملت الفيديو ده النهاردة بناء على طلب احدى المشتركات العزيزات عندي في القناة. يبقى هناخد كمان معلقتين زيت زيتون، وهنضيفهم بقى. هنقول ازاي هنضيف كل المكونات مع بعض. عندنا معلقتين زيت خروع، اللي هو برضو بيغذي الشعر وبيطوله بصورة سريعة وبيديله لمعان. طبعا احنا مختارين انواع الزيوت الفعالة في اطالة الشعر. يبقى كده هناخد منه كمان زيت الخروع معلقتين كبار. عندي كمان مية البصل ضرورية جدا في الماسك ده لو انت محتاجة نتيجة سريعة. يبقى يا بنات لازم تحطي مع الماسك 3 معالق بصل كبار. تبشري كده البصلة وبعدين تاخدي ميتها وتصفيها بالمصفى. وكمان لو انت خايفة من الريحة بتاعة البصل، يبقى هتحطي معاها معلقة قهوة علشان تزيل اي ريحة. هتخلطيها مع مية البصل بحيث ان القهوة تزيل الريحة وبتديله كمان لمعان. وعندنا معلقة خل كبيرة او معلقتين خل احمر او خل التفاح، اللي هو بيعالج اي تلف في فروة الراس او في الجلد بتاع الشعر، وكمان بيديله لمعان وبينشط الدورة الدموية لفروة الشعر، وهيساعد كمان في طوله. هنحتاج كمان بيضة. البيضة طبعا غنية بالبروتين، هتساعد الشعر جدا في طوله وبتغذيه، بتديله الغذاء اللي هو محتاجه مع المكونات اللي احنا ضفناها دي كلها. طبعا ان هو معروف بيطول الشعر. وهنحتاج كمان معلقتين عسل كبار بحيث ان هو برضو يدي للشعر الغذاء الكامل. يبقى كده احنا عملنا وصفة كاملة متكاملة في غذاء الشعر. هنخلط بقى يا بنات. هحط معلقتين الخميرة مع معلقتين العسل واخلطهم كويس، وبعدين احط عليهم الخل الاحمر او خل التفاح، وبعدين هضيفهم مع بعض. وبعد كده هضيف كل الزيوت ادفيها تدفئة خفيفة. وبعد كده هقوم حط عليهم المكونات اللي عندي. اخفق البيضة كويس مع المايونيز، وبعد كده هضيف بقى الخميرة وبقية المكونات. طبعا بسيب الماسك حوالي 5 دقايق بحيث ان الخميرة تتفاعل مع المكونات اللي عندي. هحطها على شعري لمدة 4 ساعات، وبعد كده بغسل شعري، وان شاء الله تتمتعي بشعر طويل. ما تنسوناش بقى يا بنات في السبسكرايب واللايك، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على